بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل الظروف اللي بتمر بيها مصر والانقلاب العسكري اللي حصل على ثورة 25 يناير، فدي وصيتي أنا أحمد مصطفى المغير، بسجلها يوم الجمعة 22 يونيو 2012. أنا طول عمري كان مشهد وفاتي اللي بحلم بيه على طول هو إن أنا أموت شهيد مسنود لجدار من جدران مسجد الأقصى. بس أنا فعلا لأول مرة في حياتي دلوقتي أحلم بمكان تاني، يبقى مشهد وفاتي مختلف. أنا مشهد وفاتي دلوقتي إن أنا أستشهد في أي شارع من شوارع مصر وأنا بدافع عن حريتها وكرامتها. أنا بجد دلوقتي مش فارق معايا هم هيعلنوا شفيق ولا هيعلنوا الدكتور مرسي. أنا قررت قرار واحد، هو إن أنا يا إما هعيش على الأرض ديت حر وكريم، يا إما إن أنا هعيش حر في قبري. مفيش خيار تالت عندي. أنا بجد دلوقتي من قلبي مسامح أي حد غلط فيا أو أي حد أساء ليا، وبترجى أي حد أكون زعلته أو ضايقته أو أسأت ليه بأي شكل من الأشكال إن هو يسامحني. أنا ما عنديش عداوة دلوقتي في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، ما عنديش عداوة مع أي حد. أنا عداوتي الوحيدة مع الجهة اللي خانت بلدي واللي عاوزة ترجعها تاني لأيام الظلم والقهر والاستبداد. قبل موتي في شوية رسائل وتوصيات أحب إن أنا أوصلها. أول حاجة للشعب المصري العظيم. الشعب المصري دوت أنا اكتشفت إن هو أعظم وأقوى وأروع شعب في الدنيا. أفتكر وأنا في 2006 لما النظام المصري تحالف مع الصهاينة في ضرب غزة، أنا كنت في الكويت ساعتها وكنت حاسس بعار، كنت حاسس بعار شديد، وكنت بحاول إن أنا أخبي إن أنا مصري. بعد ثورة 25 يناير حسيت لأول مرة إن أنا حر، إن أنا كريم، حسيت إن أنا كبير، حسيت إن مفيش حد زينا. بجد بجد شعب مصر بقول له أرجوك ما تفرطش في الإحساس دوت. أرجوك ما ترجعناش لأيام ورا تاني. ما تخليش الواحد في يوم من الأيام يحس إن هو مذلول أو يحس بالعار إن هو مصري. إحنا بدأنا طريق لازم نكمله. أرجوك ما تقفش، كمل. عندنا شوف اللي بيحصل في سوريا، وشوف اللي حصل في ليبيا، وازاي الناس ما استسلمتش، وازاي الناس فضلت وكانت مستعده انها لاخر قطره دم ان هي تكمل مشوارها. انا ساعه واحده في اللجان الشعبيه لما كنت بحس، واظن كلنا حسينا قد ايه الواحد كان حاسس ان دي بلده، كان قد ايه الواحد حاسس ان هو امتلك بلده تاني، وانه حاسس فيها حر، وان ما عادش في حد يقدر بعربيه يعدي يقول لي انا اللواء فلان ولا انا ابن فلان ولا انا علان. كنا كلنا زي بعض. ساعه واحده من اللجان الشعبيه والله العظيم بعمري اللي فات كله احساسها يوازي اي لحظه عشتها بحياتي قبل كده. الرساله التانية للوطن العربي والاسلامي. انا عارف ان الكل حاطط امل علينا ومستنينا ان احنا ننتصر، وانا بوعدكم ان شاء الله ان احنا هننتصر، لكن ما تخليش ابدا هو ده املك الوحيد. خلي املك في حاجتين اتنين بس: املك في ربنا، ثم املك في نفسك، في ان انت تقوم تصور على الظلم، تصور على القهر، تصور على الاستبداد. خلي بطولات الشعب الليبي والشعب السوري والشعب المصري تكون نبراس ليك. ما تستناش تاني ان انت تعيش في الايام اللي انت عايشها دلوقتي. قوم انتفض وقوم سور. انا بحرض كل الشعوب العربية والاسلامية واي شعب في العالم مضطهد، واي شعب في العالم مش واخد حقه، ان هو يقوم ويطالب بحقه، وان هو يقوم يثور ضد الطغيان، وان هو يقوم يثور ضد الظلم. الرسالة الثالثة بوجهها لاخواني الشباب في جماعة الاخوان المسلمين. انتوا دخلتوا خلاص مرحلة التمكين. اياكم تسكتوا على الظلم، اياكم تسكتوا على الغلط، اياكم والتبريرات، اياكم تقدسوا اشخاص، اياكم تعظموا حد. انتوا خلاص في مرحلة جديدة دلوقتي. مفيش حاجة اسمها ان احنا ننتقد داخليا، وان احنا ما ينفعش ان احنا نقول على الغلط غلط في العلن. الكلام ده خلاص ما ينفعش. الكلام ده كان زمان ممكن ايام ما كنا مستهدفين من كل حتة، بس احنا داخلين دلوقتي على عصر جديد.
خلوا على طول المرحلة ديت هي مرحلة المرأة اللي وقفت أمام سيدنا عمر الخليفة، خليفة المسلمين، وقالت له أنت أخطأت يا عمر. هي دي المرحلة اللي احنا جايين عليها دلوقتي. ما مش عاوزين نكرر أبدا أخطاء الظالمين. كل حاشية ظالم كانت بتبدأ معاه بكده، كانت بتقول له إن احنا بننتقد داخليا وإن احنا عندنا نقد ذاتي. ولينا في الحزب الوطني عبرة لما كانوا ما بيحبوش حد ينتقدهم، ولما كانوا على طول بيقولوا أصل احنا بنعمل مراجعات داخلية وإن احنا على طول بننتقد بنفسينا وبنصلح نفسينا. لا، مش احنا اللي نسكت، مش احنا اللي نسكن أبدا على أي ظلم أو على أي خطأ. دلوقتي مرحلة إن أنت تقوم وتقول ده غلط، تقول إن ده مش صح. وأظن شباب الإخوان بالذات عارفيني، وعارفين أنا تفكيري عامل إزاي، وعارفين دفاعي اللي فات كله عن جماعة الإخوان المسلمين. لكن الأحق أحق أن يتبع. مش عاوزين أبدا نضل زي ما الباقيين ضلوا. سنة ربنا اللي في الكون هتسري علينا، هتسري على جماعة الإخوان وهتسري على أي حد تاني، طالما إن إحنا بشر. إحنا مش ملايكة ولا إحنا رسل ولا إحنا أنبياء. الرسالة الرابعة بوجهها لآبائي الأفاضل الكرام قادة جماعة الإخوان المسلمين، بقول لهم فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. انتم محملين بمسؤولية رهيبة فعلا، أنا مشفق عليكم من حسابها يوم القيامة. خلاص ما عادتش مسؤولية الإخوان لوحدهم، وإنما مسؤولية أمة بالملايين. إخواني كل قرار هيتاخد دلوقتي حسابه رهيب في الدنيا وفي الآخرة. عندنا في الإخوان أخطاء كتير، انتوا أدرى بيها مني، لازم تبدأ تتعالج. كل أخ مسؤول يعين حد في مسؤولية لازم يفكر 1000 مرة قبل ما يعينه، ويتأكد تماما أنه أهل المسؤولية ديت. والله بقول كده بس عشان حب الشديد ليكم، وأظن كل اللي يعرفني منكم عارف أنا بحبه قد إيه. الرسالة اللي بعدها لوالدتي الحبيبة، بقول لها أمي أنت كنتي وما زلتي مثال للبطولة والتحمل في نظري. اللي تحملتيه لتربيتنا في ظل سفر والدي كان كتير قوي، واحنا ما قبلناش كده إلا بنكران الجميل. أرجوكي سامحيني على أي لحظة زعلتك فيها، سامحيني على أي لحظة خذلتك فيها، سامحيني على أي لحظة كنت مستنية إن أنا أكون موجود ما لقيتنيش. أرجوكي ما تزعليش مني، زعلك هو اللي هيبقى الحائل ما بيني وما بين الجنة. أرجوكي سامحيني وادعيلي كتير. إلى أبي العظيم، أنا ما جاتش ولا فرصة إن أنا أعبر لك يا بابا عن مدى حبي الشديد ليك. يا ريتني كنت ربعك أو عشرك. كنت هبقى أحسن من كده بكتير. أنت مثالي اللي أنا بفخر فيه في وسط الأحياء، واللي أنا نفسي في يوم من الأيام إن أنا أكون أي حاجة منه. أرجوك ما تزعلش مني على أي لحظة زعلتك فيها أو أي حاجة أنا عملتها ضايقتك. لهدى زوجتي بقول لها أنت البنت الوحيدة في العالم اللي أنا حبيتها بجد، وما كانش في واحدة ممكن تصبر عليا وتتحملني زي ما تحملتيني. مهما عملت مش هقدر أوفيلك حقك، وأرجوك سامحيني على أي زعل أو قسوة أو غلاسة أو أي حاجة عملتها زعلتك. لعمرو ابني بقول له أنت يا عمرو من قبل ما تتولد وما زلت كنت حلمي في إنك تكون فاتح روما. أنا كنت طول عمري بحلم إن أنا أكون محرر الأقصى وإن أنت تكون محرر روما. عيش عشان الحلم ده وإياك تفرط فيه أبدا، وخليك راجل قوي وشجاع، خليك أحسن من أبوك، خليك الأب والابن والأخ والصديق لوالدتك وأختك. رينات بنتي بقول لها
انا مفيش مره بصيت عليكي الا لما ابتسمت، حتى لما بتبقي تعيطي. انت بجد، انت واخوكي تقريبا انتوا احلى حاجه عملتها في الدنيا ديت. انا عارف صعوبه ان بنت صغيره وجميله زيك تعيش من غير اب، بس على الاقل هتعيشي بكرامه وحريه، فمعلش اصبري. الى اخواتي البنات بقول لهم ان احنا كنا على طول عايشين بننكف في بعض، بس كل واحده فيكم اتعلمت فيها حاجه، كل واحده فيكم اتعلمت منها حاجه. سامحوني على اي حاجه عملتها اكون عملتها زعلتكم او ضايقتكم، وادعوا لي كتير. الرساله اللي بعد كده هما رسالتين فاضلين، للجندي او الضابط، ضابط الجيش او الجندي اللي هيقتلني. بقول لهم انهم ضحكوا عليك لما قالوا لك ان انت بتقتل عدو مصر. انا ما نزلتش الشارع غير عشان انا بحب مصر، وعشان بحب شعب مصر اللي انت جزء منه. انا مسامحك من كل قلبي. يمكن في يوم من الايام البندقية اللي وجهتها ناحية صدري توجهها ناحية عدو مصر. يمكن في يوم من الايام تكون في الجيش اللي هيطلع يحرر فلسطين، او تكون في الجيش اللي هيدافع عن مصر ضد اي اعتداء يحصل عليه. اخر رسالة للمجلس العسكري بقول له انت مش هتقدر تهزمنا، مهما حاولت مش هتقدر. النصر ده احنا موعودين بيه من فوق 7 سماوات، بالقوة جربها مبارك قبل كده ما نفعتوش، ودمي هيكون لعنة عليك وعلى اي حد عاوز يرجع البلد ديت لأيام زمان تاني. في النهاية احنا اجمل في حاجة فينا كشعب مصري ان احنا بنبتسم. اي حاجة بتحصل بنتريق عليها، اي حاجة لازم تطلع عليها نكتة. انا كفنان ساخر هفضل لاخر لحظة في عمري بحاول ازرع الضحكة في وش كل مصري ومصرية. مهما كانت العقبات والشدائد هنفضل متفائلين وهنفضل مبتسمين، ومفيش حاجة ان شاء الله بإذن الله هتهزمنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنا نازل على التحرير.